حياتنا أوقات كتير بنكتشف إن اللي كنا شايفينه أمان مش دايماً الحقيقة. هند مرت بتجربة صعبة، خسرت ثقتها في حد كانت فاكرة إنه سندها. الصدمة اللي مرت بيها مش مجرد قصة حب انتهت، لكنها تجربة علمتها حاجات مهمة في نفسها وعن نفسها وعن حدودها. أول حاجة، الألم النفسي اللي بيجيلنا بعد خيانة أو كذب طبيعي جداً ومش ضعف. مهم نعترف بالمشاعر دي ونعبر عنها، سواء بالكتابة أو بالكلام مع حد نثق فيه. التعبير عن المشاعر هو أول خطوة للتعافي. تاني حاجة، لازم نحط حدود واضحة في علاقاتنا ونتعلم نميز مين اللي بيحترمنا ومين اللي ممكن يضرنا. مش كل الناس اللي بنحبهم أو نثق فيهم يستحقوا مكان في حياتنا، وفهم ده بيحمينا من الألم النفسي. وأخيراً، اللي بنمر بيه من وجع وتجارب صعبة مش بيرجعنا زي ما كنا، لكنه بيخلينا أقوى وأذكى وأكثر وعي بحياتنا واختياراتنا. ربنا ساعات بيكشف لنا الحقيقة بطريقة صعبة، بس خليك متأكد إن الهدف منها حماية نفسنا وبناء قوتنا الداخلية.